السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا. كما شاهدتم في عنوان الفيديو سوف نستمع ماذا قال الإعلام التونسي بعد عدم إجراء مباراة اتحاد العاصمة ضد نهضة بركان. نستمع جميعا ماذا قال الإعلام التونسي. يلعب به القميص هذا. به تم حجز الأقمصة في المطار عند وصول الفريق المغربي إلى الجزائر. قرار الكاف كان لصالح الفريق المغربي، ثم أيضا كان من لجنة الأندية القرار الأول، ثم الاتحاد الجزائري لكرة القدم يرفض طبعا دخول الأقمصة هذه واعتمادها في مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان. كان توجه للجنة الاستئناف، لكن لجنة الاستئناف خذت نفس القرار ضد الاتحاد الجزائري لكرة القدم ولفائدة نهضة بركان. المباراة لم تلعب. الفريق المغربي كان حاضر على عين المكان في الملعب، عمل فيريفيكاسيون مع لي زاربيتر وكل، لكن الأقمصة لم تأتي، بقت محتجزة في المطار. الحكام ما نزلوش لأرضية الميدان، وفريق أيضا نهضة بركان لم ينزل لأرضية الميدان. قانونيا يقال أن النتيجة هي 3-0 لفائدة بركان ضد اتحاد العاصمة. عديد الأسئلة تطرح هوني فيما يخص وضعية المباراة، شنو باش يصير وكل. هذاك علاش حاضر معنا الخبير في القانون الرياضي والمحامي ماتر انيس بن ميم. سي انيس، اهلا وسهلا بك، مرحبا. اهلا وسهلا بك لمزه، واهلا وسهلا بكل المتابعين وبطبيعه الحال ضيوفك في الاستديو. حاضر معنا محمد سليتي وخالد القربي. السلام عليك. مرحبا بهم. اليوم واحد الاثنين لما خالد عنده برشا ما كلمنيش، وسليت ساعات نقابله في ماتشات الصراحه. ديما حاضر في مباريات الملعب التونسي، خاصه مع قناه الوطني. بس السؤال الاول ماتر، بعد اللي صار الكل، هل تم احتساب نتيجه 3-0 الساعه اللي فاتت نهضة بركان ام لا؟ وشنو ينجم يعمل فريق اتحاد العاصمه؟ لانه سمعنا كلام على التاس. لا، اول حاجه ساعه ما تنجمش تحكي على 3-0 طالما انه المقابله الملف نتاعها باش يتحال الى لجنه المسابقات بالاتحاد الافريقي لكره القدم، اللي هي باش تنظر في الوقائع هذه بكل محتوياتها والتقارير اللي موجوده فيها، وتاخذ قرار اما بهزم فريق اتحاد العاصمه، ولا قرار اخر ممكن يجب يكون قرار اخر مش بالضروره الهزم. معناتها خاطر تو الحديث على ذهاب الطاس بزاف بكري شوي، لانه لازم بعد القرار هذا ثم قرار لازم تستأنف القرار لدى هيئه الاستئناف ولجنه الاستئناف والكاف، وبعد القرار هذاك يمشي للطاس. حسب خبرتك وقراءتك القانونيه ديالنا، هو القرار الاقرب؟ يعني نعرف ماكش مطلع ممكن على التقارير. الاقرب القرار الاقرب، معناتها انا نعرف شويه لوائح حتى من ناحيه التقارير. لوائح تكون حسب الفصل 9 من لوائح مسابقه الاتحاد الافريقي تقول انه الاتحاد المحلي لابد انه يسهل دخول الفريق الزائر في المطار واستقباله وتامين وصوله بطبيعه الحال بكل الادفاج نتاعو الى مقر القامته بالنزل، تامين الانتقال نتاعو للتمارين وتوفير حصه تمرينيه في ملعب المباراه ليله المباراه، ايضا تامين وصوله للملعب وخوض المقابله، وايضا تامين مغادرته للتراث الجزائري في الحاله هذه بطبيعه الحال. اليوم ثم اشكال انه الفريق نهضة بركان القميص اللي باش يلعب به ماهوش قميص جديد، معناتها هو قميص معتمد من قبل الاتحاد الافريقي، لانه في المسابقه الافريقيه تقريبا لابد انك تبعث في الدوسي دونجاجمون تاعك الوان الفريق معناتها المريول والمراول وقائمه اللاعبين، ويعتمد القميص هذاك بالطبيعه مش قميص واحد، ثم قميص ما تعرف هوم واي حتى كيف قمصان تعتمدهم، واذا كان هذا القميص معتمد فلا يحق لاي احد ارمان الفريق من انه يلبس القميص نتاعو في المقابله الرسميه نتاعو. اذا انت تعتبر ممكن ماتر انه لم يتم تسهيل دخول الفريق المغربي للجزائر، ولا كيفاش؟ حسب كلامك يعني هكا التوجه. هو بطبيعه الحال اذا كان الفريق ما تسلمش المعدات الرياضيه نتاعو، اليوم انا نرى لو كان من الاجدر تسليم المعدات الرياضيه نتاعو والاحتجاج لدى مسؤول الكاف في الاجتماع الفني اللي يسبق انعقاد المقابله، باش تكون راهو هذا فيها شعارات او اشياء لها دلالات سياسيه اللي تمنع معناتها استعمالها في المقابلات الرياضيه، وبالتالي ممثل الكاف باش يعاين الشيء هذا انه يقر انه ما تشملش دلالات سياسيه ولا غيرها، وبالتالي السماح له بالمشاركه، وبالتالي لا يمكن للفريق الثاني
الاحتجاج عليها او منع ارتداء القميص هذا، او اعتبار انه هذه فيها دلالات سياسيه مخالفه للقوانين واللوائح نتاع الكاف، ويطلبوا منه باش يغير القميص فيها اشياء معناتها ما يتضمنش الشيء هذا. دونك هذا كله مفارس، معناتها انت اليوم منعت اصلا باش يجيب القميص نتاعو باش يلعب نتاعو، وهذه تحديات يعتبر كما مخالفه للفصل 9 من لوائح الاتحاد الافريقي لكره القدم. لانه وان كان نهضه بركان مطالب باحترام القوانين والمقتضيات القانونيه الكل تاع البلد اللي باش يلعب فيه، في الحاله هذه كله دونك ثابت انه كما قلنا ما دام القميص هو نفسه اللي قدمه واللي اعتمد بالاتحاد الافريقي، ليس لاي سلطه سياسيه انها تمنع اللعب بهذا القميص في المباراه، لانه ترى ما هناك معزل وعازل للتدخل السياسي في المجال الرياضي. الخريطه اللي على قميص نهضه بركان هل تخالف لوائح الفيفا؟ لا، وشوف نحن ما لناش فيها خريطه ولا غيرها. هل انه المريض هذا وقع اعتماده واعتبار ان الخريطه عندها دلالات سياسيه او لا؟ المفروض انه لا، لانه الكاف اعتمد القانون القومي على المريول هذايا، باش نحكي بلغه الكره اعتمدت المريول هذايا ولعب به ديجا بركان في المقابلات نتاعو الكل، ماهوش اول مره يستعمل المريول هذايا في اللعب، وبالتالي معناتها الكاف قررت انه ما عندوش دلالات سياسيه. معناتها بعد كل انسان كيفاش يأول الامور السياسيه بالنسبه له هو، لكن الكاف على الاقل تعتبر انه القميص هذا موافق ومتطابق مع المقتضيات القانونيه للوائح الكاف. كما استمعنا جميعا ماذا قال الاعلام التونسي حول هذه القضيه، قضيه قميص نهضه بركان الذي يضم الاراضي الصحراء الغربيه مع الاراضي المغربيه، وهذا ما رفضته اكيد السلطات الجزائريه وقامت بسحب الاقمصه في المطار امس كما شاهدنا ليله البارح. عدم دخول لاعبي نهضه بركان عكس لاعبي اتحاد العاصمه الذين دخلوا الى ارضيه الميدان. اكيد نهضه بركان رفضوا لان يريدون اللعب الاقمصه التي جاءوا بها من المغرب. حدث شائك وحادثه شائكه حتى الان ما زال لم تعلن الكاف او الفيفا عن ما هو الحل او من سوف ينتصر او من سوف يتأهل الى نهائي كاس الاتحاد الافريقي، اما اتحاد العاصمة او نهضة بركان. ان شاء الله بالتوفيق لاتحاد العاصمة، اكيد نحن وراء اتحاد العاصمة ومع الجزائر اكيد، ومع الصحراء الغربية ظالمة او مظلومة. ان شاء الله وجود حل في اسرع وقت ممكن. ان شاء الله بالتوفيق لاتحاد العاصمة، وان شاء الله التأهل الى النهائي كأس الاتحاد الافريقي المرة الثانية على التوالي، ان شاء الله التتويج مرة اخرى بكأس الاتحاد الافريقي. وهنا شباب نكون قد وصلنا الى نهاية الفيديو، ما تنسوش دعمنا باللايك الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس يصلكم كل جديد. نراكم قريبا، والسلام عليكم.